16 ماي 2003 تاريخ موشوم في ذاكرة كاع المغاربة، النهار اللي فقنا فيه على خبر أحداث إرهابية وقعت أبطالها 12 شاب فجروا أجسادهم في عدة أحياء راقية في مدينة الدار البيضاء. الأحداث خلفت مقتل 33 شخص، شباب كان قاسمهم المشترك الانتماء للحي الصفيحي سيدي مومن، والضحايا مغاربة وأجانب. ذنبهم الوحيد أن الصدفة والقدر اختارهم يكونوا حاضرين في أحداث إرهابية هزت الدار البيضاء والمغرب كامل. من بعد سنوات غادي يصدر محي بن بين رواية كتحكي على هذه الأحداث، اختار لها كاسم نجوم سيدي مومن، واللي هو نفس اسم الفرقة اللي أعضائها تورطوا في هذه الأحداث. نجوم سيدي مومن الرواية غادي تحول الفيلم يا خير الله. المخرج نبيل عيوش. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة من حلقات زوم إن اللي غادي نخصوها الفيلم يا خير الله. مشينا. خلينا في البداية نشوف أوجه التشابه والاختلاف بين يا خير الله الفيلم ونجوم سيدي مومن الرواية، وبلا ما نركزوا على التقنيات السينمائية وآلية الإخراج السينمائي غادي نقتصروا فقط في تحليلنا على معالجة الرواية والفيلم من خلال هذه المحاور: العنوان، الشخصيات الرئيسية، المكان والزمان، الملخص والطابع الفني. العنوان ضرورة فنية حتمية لأي عمل أدبي أو سينمائي. العنوان هو العتبة الأولى اللي كيتفهم من خلاله شنو غيكون داخل العمل المنجز. العنوان هو العتبة الأولى للنص وعامل مؤثر كيخلينا نجذبوا للعمل الأدبي أو السينمائي. والعنوان عنده عدة وظائف: التسمية، الوصف، الشرح، الإثارة، التشويق وإغراء المتلقي باش يقرأ النص أو يشاهد الفيلم. وفي مقارنة العنوان الفيلم وعنوان الرواية كيبان أن العنوان من الرواية للفيلم تغير بزاف. عنوان الرواية كان هو نجوم سيدي مومن، أما عنوان الفيلم فكان هو يا خير الله. الشخصية عندها أهمية كبيرة في أي عمل أدبي أو سينمائي. الشخصية هي اللي كتعطي الحياة النص الروائي أو الفيلم السينمائي، وهي جسور تواصل بين النص والمتلقي. الفكرة كتجي في الأول ثم كتجي الشخصيات هي محور الأفكار والآراء العامة، وهي اللي كتعطي القصة قوة. ومن بين الشخصيات الرئيسية في الرواية ياشين، حميد، نبيل، فؤاد، علي وخليل، نفس الشخصيات الرئيسية في الفيلم مع بعض الاختلافات البسيطة. ياشين اللي كيشخصو عبد الحكيم رشيد، حميد اللي كيشخصو عبد الإله رشيد، حمزة السويدق في دور نبيل، أحمد الإدريسي العمراني في دور فؤاد، أما بدر شكير فكيلعب دور خليل. كاتب الرواية ولا مخرج الفيلم نجحوا في توظيف المكان اللي ساهم في نقل الأحداث للمصير ديالها. المكان بحد ذاته اللي ساهم أيضا في تمرد الشخصيات الرئيسية: الكريان، منزل العائلة، المقهى وشوارع الدار البيضاء، الملعب، الزبالة والكراج. أما الزمان فكتنتقل بين الرواية من زمن لآخر عن طريق التدرج والسرد، والزمن الفعلي بالنسبة للسارد هو الماضي. أما في الفيلم المخرج كيعطينا وبعض الدلالات على الزمن، ومرة كينبهنا لتواريخ مرتبطة بأحداث عامة. موت الحسن الثاني سنة 1999. تحلوا تمشي واحد. محمد بن الحسن يخاطبكم. أحداث 11 شتنبر 2001. قام بتغيير مسار الطائرة لتصطدم بالبرج رقم 1 في مبنى مركز التجارة العالمي. أحداث 16 ماي 2003. في الرواية كيسافر بين الكاتب محي بن في روايته نجوم سيدي مومن، وكيحكي لنا قصة حياة مجموعة من الشباب: ياشين، حميد ونبيل، فؤاد، علي وخليل، وكينطلق بينا من طفولتهم البائسة في حي سيدي مومن والتهميش والحرمان اللي كيعيشوه. رغم ذلك كيعيشوا بعض اللحظات السعيدة وسط الموت والعفن ومكب النفايات اللي جزء أساسي من حياتهم. اللي كيعيشوا حداه لحظات سعيدة كانوا كينفسوا بها على كاع الشقاء اللي كيعيشوه. هي اللحظات فاش كيلعبوا كرة القدم باسم الفريق اللي كينتميو ليه، فريق نجوم سيدي مومن. نجوم كانوا كيضويو سماء سيدي مومن بالمرح والعشق ديالهم للحياة قبل ما يطيحوا فريسة لوحش كاسر تزهق أرواحهم وأرواح ناس أبرياء. أما الفيلم كتبدا القصة ديال الشخصيات الرئيسية في الحي الصفيحي سيدي مومن بالدار البيضاء، من الطفولة ديالهم حتى لتنفيذهم العمل الإرهابي. وكيحكي لنا المخرج قصة الأخوين حميد، الأخ الأكبر اللي كيتاجر في المخدرات، وخوه ياشين ومجموعة من الأصدقاء ديالهم. كتنقلب حياتهم فاش كيدخل حميد للحبس وكيتلقى بمجموعة إرهابية متشددة وكيندمج معها، وكيولي بعد خروجه من السجن عضو فيها. وكيستطيع ياشين والاصدقاء ديالو ايضا الاندماج، الدخول في المجموعه، وكيبداو تدريباتهم مجموعين لتنفيذ العمليه التفجيريه. كيبدا حميد الشعور بالندم وكيحاول يمنع الاخ ديالو لكن دون جدوى. الفكر الاجرامي المتشدد كيولي مغروس ليه في الدماغ. غنوقف في الملخص هنا باش ما نحرقش لكم الفيلم ونخليكم تتبعوا الاحداث
فاش تفرجوا فيه. الروايه اعتمدت على السرد لانها فن سردي واستعنت بالوصف مع القليل من الحوارات. اما الفيلم فسيطر الحوار حيث هو الوسيله الوحيده اللي كتدفع شخصيات الفيلم والاحداث الاستمرار. دابا خلينا نشوفوا بعض الاحداث المضافه ولا الناقصه في الروايه والفيلم. قتل با موسى من طرف ياشين بعد ما حاول با موسى يرتبط بالصديق ديالو نبيل، وهذا عكس ما جاء في الروايه، فنبيل هو اللي ارتكب الجريمه. كان الذعر بلا شك هو الذي ضاعف قوه نبيل كي يضرب المعلم بهذا الشكل. امسك مطرقه وسحق خصيتيه ضربه ثم اخرى. صفحه 63 من روايه نجوم سيدي مومن. وايضا حدث موت مراد واحد من صحابهم والدفن ديالو هو حدث ما تذكرش في الفيلم. لم اعرف لماذا ضربه اخي حميد على راسه، سال الدم غزيرا على وجهه. خفت كثيرا وأردت السرعة، لم ينجو من ضربات أخي، دفناه في المزبلة. صفحة 7 من رواية نجوم سيدي مومن. استطاع الكاتب محي بن بين من ابتكار طريقة سردية فريدة وطريفة، وخلى السارد يستعرض علينا روايته الأحداث من العالم الآخر، عالم الغيب، واستطاع يغوص بنا في جميع عوالم الشخصيات الرئيسية ويحيط بتفاصيلها الدقيقة. عكس الفيلم ركز بالخصوص على حياة ياشين وحميد. ولكن على الرغم من كل الاختلافات بين الرواية والفيلم يمكن نقولوا أن الاقتباس نجح. الاقتباس اللي حول الرواية من 118 صفحة إلى فيلم من ساعة و52 دقيقة. المخرج نبيل عيوش حافظ على القالب الرئيسي للرواية رغم بعض الإضافات ولا بعض الأحداث الناقصة اللي فرضتها الضرورة الفنية. حاول نبيل عيوش من خلال الفيلم يا خير الله يناقش مجموعة من الظواهر الاجتماعية السلبية، الظواهر اللي كيتقاطع فيها الفقر مع البطالة، وكيفاش وسط هذا التهميش كتموت الأحلام وكينبت عوضها فكر عنيف ناقم على المجتمع، وكتحول معه الأجساد الانتحاريين في يد أمثال أبو الزبير. تهلاو. شنو؟ غادي تمشي معاهم؟ بصح غادي ديرها؟ الوالدة ما فكرتيش فيها؟ غادي تسالي معاها؟ اختارونا من بين بزاف ديال الاخوه. اختارونا؟ سمعتيش ابو الزبير اش قال؟ اختارونا الشهاده. ياك ما خفتي؟ ماشي هذا هو الموضوع، كنهضر معاك على الوالدة. وانا كنهضر معاك على الشهاده. انا ما خايفش. ما خايفش؟ كلك كترعد. الا خفتي مع الوالده انا كنخاف غير من الله. واش فهمتي؟